لو مش بتعرف تسيب الناس اللي أذوك بسلاسة ويسر، لو بتخاف من الوحدة، لو دايما حاسس انك قليل، يبقى الفيديو ده ليك. ايه علاقة الاهتمام والتمسك بالعلاقات الغير الصحية والخوف من الوحدة ببعضهم البعض؟ كله جاي يا صديقي في الفيديو، بس خليك معايا للآخر. الجوع للحب واحدة من أهم الاحتياجات النفسية اللي كلنا بنحتاجها، واللي بتخلي الإنسان أحيانا بيتصرف تصرفات تبدو إنها خارج عن السيطرة. وبقول تبدو خارج عن السيطرة علشان هفهمك ليه بعد شوية إنها تبدو وكأنها خارج عن السيطرة، وزي ما يكون حد بيزقه عليها. الجوع للحب لفظ مش علمي خالص، ولكن هو مصطلح لوصف حالة من الحرمان العاطفي القوية جدا جدا، ومن كتر تكراره بقى شائع في الأوساط النفسية. نيجي ونقول إيه اللي حصل عشان الشخص يبقى عنده جوع للحب. أول حاجة الإساءات اللي بتحصل للشخص وهو صغير في الطفولة. تاني حاجة الحرمان العاطفي. ثالث حاجة العلاقات اللي فيها إهمال أو إساءة للطفل وهو صغير. رابع حاجة قلة التفاعل الاجتماعي للشخص وهو صغير. خامس حاجة فقدان شخص عزيز في الطفولة أو التعرض للعنف.